ليه اغلب الناس بتخلص كورس الجرافيك ديزاين وما بتعرفش تشتغل؟ المشكله مش في الكورس، المشكله ان مفيش حد بيقيم. تاخد الكورس وتخلصه وبعد كده بتكتشف ان في فجوه كبيره بينك وبين الماركت، وبين اللي انت اتعلمته في الكورس من كلام نظري وبين التكنيكال والتطبيق العملي في الماركت. عشان كده احنا عملنا لك حاجه مختلفه في الكورس. عندنا اي تاسك بتعمله تاخد عليه سكور سيستم، بتبعت لك على الجيميل اول باول. كل محاضره بتحضرها بتبعت لك السكور بتاعها على الجيميل عشان تكون متابع معانا السكور بتاعك اول باول. يعني كل خطوه، كل برنامج، كل تاسك بتخلصه انت عارف مستواك واقف لفين، والترينر بيدخل معاك سيشن 1 تو 1 عشان بيقول لك مستواك واقف لفين وتطوره ازاي، وانت محتاج تشتغل عليه اكتر الفتره اللي جايه عشان تكون خارج من الكورس جرافيك ديزاينر قد الدنيا. مش بس كده، انت معانا مش بتتعلم وخلاص، انت بتشتغل على مشاريع مشابهه بالظبط المشاريع الموجوده في الماركت، بتعمل براند ايدنتيتي كامله لحد ما توصل لمرحله انك جاهز تنزل انترفيو على طول. وبعد الدبلومه بنأهلك للانترنشيب في شركه هيوما. الانترن مدته 176 ساعه تدريب شهري كامل، 8 ساعات يوميا، يعني كانك موظف جوه شركه بالظبط. فوقك اكونت مانجر، فوقك سينيور بيتابعوا معاك شغلك اول باول. كمان بتشتغل وسط تيم علشان نطور السوفت سكيلز اللي عندك. فلو عايز تاخد كورس وخلاص وما تشتغلش بيه، جينيو مش مكانك. لكن لو عايز تاخد كورس يغير مستقبلك وتطور من نفسك وتفتح لنفسك مصدر دخل جديد، يبقى جينيو هي مكانك. سيب لنا دلوقتي كومنت بكلمه جي دي وهنبعت لك كل التفاصيل.